الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أخي المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في موضوع جديد ولقاء متجدد. هذا اللقاء سأتحدث فيه بإذن تبارك وتعالى عن حصن نفسك مع الأذكار. حصن نفسك مع الأذكار، عنوان جذاب مهم للغاية لكل مسلم ومسلمة. فسأتناول اليوم عن الأذكار النوم والاستيقاظ من النوم فقط، حتى لا أطيل. أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ من النوم. وبعد إن شاء الرحمن في الحلقة القادمة إذا تيسر لي سأتحدث عن أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء والأذكار بعد الصلاة أو بعد الصلوات بإذن تبارك وتعالى. فعلى المستمع أن يركز وينتبه لهذا الحصن، لو حصن أذكار النوم، لأنه مهم جدا. كثير من الشباب، كثير من الناس لا يبالي اليوم، يأتي السهر وبعضهم يعني ما يصلي، هدانا الله وإياهم، والبعض يصلي لكن مهمل في أذكار النوم، وتجده يتكلم ويقول أنا أصلي وأقرأ القرآن لكن يعني أنام أحلام مزعجة، كوابيس. نقول عليك أن تحصن نفسك بالأذكار. وما تحدثوا فيه ليس جديد، فهو فقط من باب تذكير نفسي وتذكيركم أنتم فقط، ولا هناك من هو أعلم مني وأفضل مني ويعني يكون له مثلا يعني فوائد أكثر مني، ولكن فقط أيها المستمع أحببت أن أشارك فقط وأذكر نفسي وأذكركم، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. أخي المستمع، أذكار النوم، أول شيء نعرف أن هناك آداب النوم، لأن بعض الشباب كما قلت لكم لا يبالي، يأتي على طول وينام بس. فهناك آداب للنوم. أول شيء قبل أن تنام أخي المستمع، قبل أن تنام توضأ وضوء مثل وضوءك للصلاة، هذا أول أمر. بعدين التسمية، وتنفض الفراش، نفض فراشك. ممكن في شيء متعلق فيه من الأذى أو ما شابه ذلك، نفض فراشك. بعض منهم والله ما ينفض فراش، بس يجي على طول مباشرة يرمي نفسه، ما يصلح. يا أخي تعلم الآداب، توضأ، تسمية، نفض فراشك، نفضه. فلما تنفض الفراش ربما هناك لا سمح الله في شيء متعلق نوع من الأذى، أو مثلا قد يكون من الحيوانات أو من الحشرات أو ما شابه ذلك. ومن جرب ذلك يعرف، لأنه الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ولا يدل إلا على خير، ويحذرنا من كل شر. فلما تتوضأ وتسمي الله عز وجل وتنفض فراشك، بعدين النوم على الشق الأيمن، تنام على شقك الأيمن. بعضهم ينام الله المستعان، لا، نام على شقك الأيمن، لأن القلب في الشق الأيسر، عشان لما تنام على الشق الأيمن يرتاح القلب
وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم سابقا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء. الحمد لله رب على العالمين، شقك الأيمن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ضع والمرسلين، يدك اليمنى تحت الخد، نبينا محمد وعلى آله وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم. وبعد. أخي المبارك، ضع يدك أخي اليمنى المستمع، تحت الخد. السلام عليكم ورحمة الله هذه وبركاته. من آداب ها قد عدنا إليكم النوم. هذه من آداب في النوم، ليست تكملة واجبة وليست كذا، لكن هذا من آداب النوم، الطلاق، آداب النوم. الحلقة الثانية طبق السنة بعنوان لعلك لماذا يعني كثر تفوز الطلاق، باقتدائك ولعلك للنبي صلى الله عليه وسلم. استفدت من بعد ذلك المقدمة الأولى في يجمع الحلقة كفيه. الأولى، لأنها الشخص مقدمة من مهمة. يريد أن ينام يجمع كفيه، كان ثم عليك ينفث فيهما، أن تضع فيقرأ في فيهما. قلبك، يجمع أن كفيه، تدركها، أن تعيها، ثم أن انفث تتفكر فيهما. فيها اقرأ قبل أن قل هو تلقي، الله أحد، وقبل أن تتلفظ بكلمة ثم الطلاق. قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب أخي الناس. المبارك، لماذا ثم كثر الطلاق؟ يمسح بهما ما استطاع من جسده، تعال معي، يبدأ بهما على رأسه ركز ووجهه معي، وما أقبل من جسده 3 تأمل مرات. معي. كثر تقرأ الطلاق المعوذات لما تزوج الرجل ممن لا يرضاها، وزوجت 3 المرأة مرات. ممن لا ترضاه، قل الله أحد، فالاختيار برب الفلق، هو ورب الخطوة الناس. الأولى. تنفث في يدك، كثر الطلاق ثم لما يعني كان هناك تمسح سوء في جسدك. الاختيار وعدم يعني التأني يمسح عند بهما ما استطاع اتخاذ من القرار، جسده، يبدأ بهما على رأسه، مما تبدأ من يسبب الرأس، عدم مراعاة بعد الوجه، التوافق وما أقبل الاجتماعي من جسدك. والديني والبيئي هذا والثقافي بين يعني الأزواج. هو أخي المستمع، الهدي. كثر الطلاق اليوم خلاص حينما فقدنا زوجا بعد ما يراعي تمسح الذمم. كثر الطلاق حينما استطاع من فقدنا جسدك، الأخلاق تبدأ من الرأس، والشيم. من رأسه، زوج ينال ووجهه زوجته اليوم وما أقبل من جسده، فيأخذها من يفعل ذلك بيت 3 أبيها مرات. عزيزة، يأخذها أيضاً من بيت أبيها عزيزة، قرأت آية كريمة، الكرسي، ضاحكة، الله مسرورة، لا إله إلا هو الحي القيوم، ويردها بعد لا أيام تأخذه قليلة سنة حزينة ولا نوم، باكية، له ما في السماوات مطلقة، وما في الأرض، ذليلة. من ذا الذي أين يشفع الرحمة؟ عنده إلا أين بإذنه، الشفقة؟ يعلم ما بين أين أيديهم وما الحلول؟ خلفهم، ولا يحيطون بشيء لا حول من ولا علمه قوة إلا إلا بما بالله. شاء، كثر وسع الطلاق. كرسيه أخي السماوات المبارك، والأرض ولا يؤوده اليوم حفظهما، حينما هو العلي استخف العظيم. بعض الأزواج آية عظيمة، بالحقوق والواجبات، آية عظيمة وضيعوا هذه الآية. الأمانات وضيعوا المسؤوليات، سهروا إلى سهر بعض الشباب إلى الله يهديهم ساعات متأخرة، حتى ضياع موقع آية لحقوق الكرسي، الزوجات وهي أعظم والأبناء آية والبنات في القرآن الكريم. أخي هذه المستمع، الآية كثر أعظم الطلاق آية اليوم في القرآن الكريم، حينما فقدنا زوجا يغفر آية الزنا الكرسي. ويستر العورة والها. كذلك لا حينما تنسى آمن الرسول، فقدنا آخر سورة زوجا البقرة، يخاف الله آمن الرسول ويتقي بما الله أنزل إليه من ويرعى ربه حدود الله والمؤمنون، ويحفظ العهود كل آمن والأيام بالله التي خلت وملائكته والذكريات وكتبه الجميلة التي ورسله مضت. لا نفرق بين أحد الله أكبر. من رسله، أخي، وقالوا سمعنا أخي وأطعنا المبارك، غفرانك ربنا وإليك كثر المصير. الطلاق اليوم لا يكلف فقدنا الله نفسا إلا وسعها، الصالحات لها ما كسبت وعليها حينما ما اكتسبت، فقدنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو الصالحات، أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما القانتات، حملته على الذين من قبلنا، الحافظات ربنا ولا للغيب ما تحملنا حفظ ما لا الله. طاقة لنا به، واعف عنا حينما أصبحت واغفر المرأة لنا وارحمنا، أنت وليست مولانا كل النساء، فانصرنا على القوم الكافرين. بعض النساء الله أكبر. أو أكثر النساء حينما أصبحت آيات المرأة عظيمة. اسمع أيها بعد المبارك، ذلك تقول أيضا من أذكار أصبحت بعض خلاص. النساء باسمك طليقة ربي اللسان، وضعت جنبي طليقة وبك العنان، أرفعه، فإن أمسكت تخرج متى نفسي شاءت فارحمها، وإن وتدخل أرسلتها متى أرادت، فاحفظها بما خراجة تحفظ به عبادك ولاجة الصالحين. شوف للأسواق الدعاء، هذا واللقاءات، الدعاء رواه البخاري مضيعة حقوق الأزواج والبنات. مسلم. يا لها من مصيبة شوف باسمك عظيمة. ربي وضعت جنبي أخي وبك المبارك، أرفعه. كثر الطلاق تأمل اليوم أنت في حينما الكلمات. تدخل الآباء والأمهات، أنا أترك لك أن تتأمل تدخل أنت الآباء في كل كلمة. والأمهات في باسمك شؤون ربي الأزواج وضعت جنبي والزوجات، وبك الأب أرفعه، يتابع فإن أمسكت نفسي ابنه فارحمها، في كل صغير وكبير، وإن أرسلتها وفي كل فاحفظها جليل بما وحقير. تحفظ والأم به أيضا عبادك تتدخل الصالحين. في شؤون بنتها، أنت لما في تقول كل لا ما أدري عن صغير نفسي. وكبير وجليل وحقير، في النهاية رايح بسابع عنه. ماذا؟ روحك حتى ما ينتهي أدري وين. الأمر للطلاق والفراق. لكن سبحان لا الله حول ولا قوة إلا بالله. لا إن حول ولا أمسكها قوة الله إلا عز بالله. بعض وجل الآباء خلاص دخل في شؤون
ولده فارحمها يا رب، حتى يؤدي بأن يطلق زوجته. وإن بعض أرسلتها الأمهات تنقص فاحفظها. على ابنها يعني هناك أو على بنتها شياطين، هناك جن، حتى هناك كذا، فيحفظك الله سبحانه هناك وتعالى في طلاق. منامك، بدل ما تكون أم كذلك من أذكار شفيقة النوم، رحيمة مسرورة اللهم إنك مبسوطة خلقت نفسي إن ابنتها تزوج وأنت أو ولد تزوج، تتوفاها، تتدخل لك في مماتها شؤون الأبناء. ومحياها، إن حتى يصل الأمر أحييتها إلى الطلاق فاحفظها، والعياذ بالله. وإن أمتها فاغفر هذا لها. أمر اللهم نسألك خطير العافية. جدا. هذا الحديث رواه من مسلم. أفسد زوجة على زوجها رواه مسلم. هناك ترى أمر أدعية خطير، عظيمة، أمر أخي خطير. تفسد تأمل الزوج بالله، على اجلس زوجته، أو العكس، وتأمل الأدعية هذه أخي المبارك. تأملها جدا. ومن كثر الطلاق، الأدعية أيضا أذكار لما النوم، كثرت اللهم النعم قني عذابك وبطر يوم بعض تبعث الناس. عبادك. الفضل هذا من رواه الله أبو داود والترمذي. أيضا والكرم من الأدعية وأصبح الغني باسمك اللهم ثريا أموت يتزوج وأحيا اليوم ويطلق في الغد باسمك القريب. اللهم أموت لم يعلم وأحيا. أن الله رواه سائل. البخاري. صحيح، يتزوج اليوم لأنك أنت بكرة لما يطلق. تنام النوم موت صغرى عنده مال، والحمد لله. دعاء لكن عظيم علينا باسمك أن نراعي اللهم نعمة الله أموت عز وأحيا. وجل. تنام لكن كثر الطلاق موتة تزوج صغرى اليوم وتستيقظ ويطلق في الغد حياك القريب، الله عز وجل. ولم فالحمد يعلم لله. أن الله سائله، في ناس أن الله ينامون محاسبه، ولا يستيقظون، وأن الله خلاص موقفه هي بين النومة. يديه، ما سيقف يستيقظ بين إلا يدي في الله عز القبر. وجل في يوم لا ينفع فأنت لما فيه تذكر هذه مال الأدعية فأنت ولا في بنون نعمة ولا عشيرة عظيمة. ولا قربون. لا يأتي ما الشيطان ويثبطك. نسأل الله السلامة. بعد هذه واللطف. الأدعية أخي أيضاً المبارك كثر الطلاق. تقول سبحان الله 33 لما أصبحت مرة. الوسائل غايات لا إله إلا وتبدلت الله. الأدوار، والله البعض يمكن أول مرة وضاع يسمع معنى هذا الزواج الكلام. بين أزواج أحلامهم، أحلام سبح أطفال، الله، تقول سبحان الله وبين أزواج 33 مرة. أحلامهم والحمد وأحلام لله 33 مرة. المراهقين، والله أكبر وبين أزواج أحلام وأحلام 34 مرة. المراهقين. وأصبحت وهذا الأهداف رواه الشخصية البخاري ومسلم. هي من تسود. شوف وكل كيف يدعي أنت، شوف أنه كيف يجيك يجيك أعلم النشاط، شوف وما كيف يراه هو الحق. قوم إن شاء الله بإذن تبارك وتعالى. لا حول ولا سبح قوة الله إلا عز بالله. وجل 33 مبارك. وأحمد الله 33 وكبر الله مؤلم. 34. شوف الموضوع بس بيقين، يعني بصدق وبيقين. يحزن. ما هو بس أي كلام تسميع، الموضوع سريع على السرعة يحتاج ولا التلاهي. إلى أيضا من أذكار النوم صبر اللهم رب وتفهم. السماوات السبع ورب الأرض يحتاج ورب العرش العظيم إلى دعاء ربنا ورب لأن الله كل شيء سبحانه فالق وتعالى الحب والنوى يصلح الحال. ومنزل التوراة والإنجيل أخي المبارك، والفرقان كثر الطلاق. أعوذ بك من شر كل لما شيء كانت أنت آخذ بناصيتي. التربية القاصرة اللهم أنت من الأول بعض فليس الوالدين. قبلك شيء، وأنت التربية الآخر القاصرة فليس من بعض بعدك الوالدين. شيء، وأنت الظاهر كالدلال فليس البنات. فوقك شيء، مبالغ وأنت فيه. الباطن فليس دونك شيء. مبالغ فيه الدين دلال البنات. وغنى من الفقر. تدليل هذا الحديث البنات مبالغ فيه. صحيح في وحياة مسلم. ترف وله ولعب. شوف الكلمات هذه الحياة كذا أقول لك لا تعين أخي الفتى المستمع، أخي المبارك، والفتاة على تحمل المسؤولية في اجلس المستقبل، تأمل هذه ولا الكلمات. تعودهم على تحمل هذه صعوبات الأدعية الحياة، تأملها. ولا تبني في شخصية والله الأولاد تجد راحة الصبر، ولذة ولا تبني في وطمأنينة. شخصيتهم الثقة وحسن التصرف كذلك والجدية. آه بل بعض الأبناء من والبنات ينشؤون قليلي الأدعية الصبر سريعي أذكار الملل، النوم. لا يصبر أحدهم الحمد لله الآخر أطعمنا ولا يكاد وسقانا يطعم وكفانا فينا. وآوانا، فكم ما يطلع ممن لا بقيمة الحياة كافي له ولا معنى الحياة مؤوي. الزوجية. الحديث صح ومسلم. لا الحمد حول لله ولا قوة أطعمنا. إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله تبارك أمور. الله، تغديت تعشيت فطرت أمور أيها وتعشيت أيها المستمع الكريم، تنام الحمد لله أطعمنا وسقانا لا وكفانا أريد أن وآوانا. أطالة لأن الموضوع لأن بعض الناس ما مؤلم. عندهم مأوى، ما عندهم بيوت، ما وموضوع عندهم شيء، ما أدري وين ينامون. جارح وموضوع بعضهم يعني ينامون خطير، تحت وموضوع الله المستعان. يحتاج إلى وقفة، الأرض لحافهم وقفات وقفات، والسماء لعل يعني الله الأرض سبحانه فراشهم، وتعالى الأرض أن ييسر فراشهم الأمور. والسماء لحافهم. اللهم اصلح الأحوال، اللهم وانت اصلح تأتي زوجاتنا البيت ما شاء الله وبناتنا تبارك الله، في غرفتك ونساءنا ما شاء الله فيها ونساء تكييف. المسلمين والمسلمات تكييف أجمعين مثلا يا رب كان الجو العالمين. بارد هذا تحط لك تكييف وصلى الله مثلا حار، وسلم وكان على نبينا محمد، حار، وإن شاء تحط لك الله بارد نلتقي على بكم كيفك. إلى الحلقة المهم لك الثالثة مأوى، لك مكان بإذن تسكن فيه، ترجع تبارك للبيت. وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أخي المبارك، أخي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس اليوم أو موضوع اليوم أو كلمة اليوم بعنوان كلمات عن الطلاق. وسبق أن تكلمت
عن مقدمة عن الطلاق في الحلقة الأولى، ثم أتبعت الحلقة الثانية بالحديث عن يعني كثرة الطلاق. وهذه الحلقة أبين فيها عن حكم يعني الإنسان إذا رأى من زوجته ما يكره، لأن الشارع الحكيم رغب في الإبقاء على عقد النكاح، وأمر الزوج بالمعاشرة بالمعروف ولو مع كراهته لزوجته. حتى لو كره زوجتك، الشارع الحكيم أمر يعني الإبقاء على عقد النكاح. لذلك الله عز وجل يقول: يا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اسمع الآية أو اللي بعدها: وعاشروهن بالمعروف. الله أكبر. شوف، اسمع أيها الزوجة، اسمع أيتها الزوجة، واسمع أيها الزوج: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله أكبر. أخي المبارك، أخي الزوج، وصف الله تعالى عقد النكاح بالميثاق الغليظ. يعني الزواج ما هو هين، ما هو سهل، عقد. اسمع، ألم تقرأ قول الله عز وجل؟ قول الله عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الله أكبر. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومقتضى وصفه بالميثاق الغليظ أنه يلزم منه الإلزام، يلزم منه الإلزام أيها الزوج، والاستدامة والسكن والاستقرار. وعلى هذا فيجب على الزوجين أن يقاوموا كل ما يتهدد ذلك، كل ما يهدد يعني حياتهما يجب أن يقاوم، ما يستسلما بسهولة، لا الزوج ولا الزوجة. خذ من ميثاقا غليظا. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك واستحالت الحياة بين الاثنين لكثرة الخلافات المنفرة للقلوب، نسأل الله العفو والعافية. أوقات يكون الأمر صعب، استحالة الحياة بين الاثنين، بين الزوج وزوجته، لكثرة الخلافات المنفرة للقلوب. فإذا كان هذا فإن الطلاق وآخر الحلول، فإن الطلاق وآخر الحلول. أخي الزوج، الطلاق، كلمة الطلاق كما قلت لك قاسية على المرأة. وما يدل على كراهية الطلاق ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمع أيها الزوج، واسمع أيها المستمع المبارك، اسمع هذا الحديث: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. بعض النساء تخبب المرأة على زوجها، تروح لها في البيت: زوجك كذا وزوجك وفيه وفيه وفيه، سبحان الله، تقلبها عليك. أو بعض الآباء أو بعض الأخوان أو ما شابه ذلك، أيا كان، لا تقلب المرأة على زوجها بدون حق، حرام عليك، ستسأل أمام الله عز وجل. ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. تروح تنكد على المرأة: زوجك فعل وزوجك كذا وسوى وفعل وفعل، تعبي الزوجة أو تعبين الزوجة أو تعبين بنتك أو تعبي ابنتك
أو تعبين ولدك، أو تعبي أنت ولدك أيها الأب على زوجتك إلين يبغضها يكرهها بدون أي سبب، بدون أي حق، حتى يحصل الطلاق. أنت مسؤول عند الله سبحانه وتعالى، والله العظيم تسأل يوم القيامة عن هذا الأمر. كل واحد خبب مرأة على زوجة سيسأل يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. لا تقول لي والله هذا مزح، والله أمزح، ما يصير. فاتقوا الله عز وجل في كل كلمة تقولها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تعال اسمع هذا الحديث، اسمعي هذا الحديث أيتها المرأة. عن ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لا إله إلا الله. قفي أيتها المرأة، اسمعي هذا الحديث، تأمليه جيدا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلامي. أيما امرأة أيا كانت، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكفى بالحديث، لا يحتاج إلى تعليق الحديث. إذا ساءت العشرة ولجأوا إلى الطلاق، اسمع ماذا يقول الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. هذا آخر شيء، خلاص ساءت الأوضاع، ما في مجال. فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهله يريد إصلاح وفق الله بينهما، خلاص ما في مجال. سدت جميع الطرق، قفلت جميع الطرق، جميع المحاولات أجرت، ما في مجال للصلح. في النهاية الله عز وجل الله أكبر حكيم لطيف. وإن يتفرقا، اسمع يا أخي، يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الله أكبر. وقد جاءت هذه الآية بعد الآيات الداعية إلى الإصلاح عند نشوز أحد الزوجين، فإن الطلاق لم يشرع إلا بعد محاولات كما قلت لكم الإصلاح بين الزوجين عند نشوب الخلافات بينهما، إذ أن الأصل في الزواج هو استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، هذا الأصل. لكن إذا ساءت العشرة خلاص يقع الطلاق. أخي المبارك، أخي الزوج، بالله عليك افهمني. الزواج ضع هذا في عقلك وفي قلبك وفي فؤادك وفي كيانك وتمعن. اعرف أن الزواج عبادة من العبادات، الزواج عبادة من العبادات. وأنت أيتها المرأة نفس القضية، اعرفي أن الزواج عبادة من العبادات، يطلب به رضوان الله، يطلب به رضوان الله. الزواج ما هو بس من باب والله استمتاع بس فقط أو أي شيء مقصود آخر، عبادة يطلب به رضوان الله. وإذا كان الزواج في ذهن الخاطب والمخطوبة والعائلتين عبادة، وكان الجميع ممن يحسبون لله حسابا يخافون الله ويرجون رحمته، فسوف يتقون الله، يتقون الله في النية، ويتقون الله في العلاقات وفي المعاملة وفي تحديد الأهداف وتبعات الزواج، بداية من الوضوح أثناء الخطبة إلى سهولة المهر إلى خلو الحفل من المخالفات الشرعية، ونهاية بتقوى الله في حسن العشرة. لأنهم حطوا أن الزواج رضوان الله، يطلب به رضوان الله، فسوف يوفقون، وبالتالي سوف يبارك الله في الزواج. وإذا بارك الله في الزواج كتب له النجاح والاستمرار.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك يا الله، لا إله إلا سبحانك إن كنا من الظالمين. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخي المستمع، أخي المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في تكملة الحلقة الرابعة بعنوان كلمات عن الطلاق. والحلقة الرابعة هذه نصائح أرجو يعني من الزوج والزوجين أن يتفهم وأن يعمل بكل ما قلت، لعل الله سبحانه وتعالى يحول إلى أفضل وإلى أحسن. فأحد الأدلة، اسمع أيها الرجل المتزوج، أحد الأدلة في حق الرجل، اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المتزوج لا تكن عنيف على الزوجة، غضوب، تزعلها دائما، تشتمها دائما، ترفع ضغطها دائما، تسفها دائما، تضع كل اللوم عليها دائما، ليس صحيح دائما. فأذكرك بهذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم لنسائهم. الله أكبر، خرجه ابن ماجه. حديث، كلمات، خياركم لنسائهم، بس انتهى الوضع. قال يعني أقواكم، أجلدكم، الذين يضربون النساء، الذين يهينونهم، الذين يعطونهم مجال للتحدث عن آرائهم، الذين يبغض يعني ما يعطونهم مثلا النفقة، يستعرضون عضلاتهم عليهم. لا، كلمات: خياركم لنسائهم، خلاص انتهى الوضع. قس انت الحديث هذا على نفسك، قس الحديث هذا على نفسك. علق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الخيارات بحسن علاقة الرجل بزوجته. خلاص، هذا ما علقه النبي صلى الله عليه وسلم. خيريات، الخيريات بحسن علاقة الرجل بزوجته، خلاص انتهى الوضع. خياركم للنساء. هذا أحد الأدلة في حق الرجل. وأنت أيتها المرأة، أيضا هناك دليل في حق المرأة، مثل ما جاء عن الرجل جاء أيضا دليل. استمعي بتمعن وبإرشاد وبصدق النية، واحفظي الحديث هذا حفظا جيدا، فيه الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا وفي الآخرة بإذنه تبارك وتعالى. الدليل في حق المرأة ما جاء في الجامع بإسناد صحيح عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها. يا الله، اسمعوا الحديث، اسمعي الحديث أيتها المرأة. إذا صلت المرأة خمسها، 5 صلوات، وصامت شهر رمضان، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت الجنة. لا 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 لا، أعيد عليك مرة ثانية، حديث عظيم نفيس،
يشرح الصدر. بشارة لك، بشارة لك ما جاء في الجامع بإسناد صحيح عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. اسمعي أيتها الزوجة، فجعل طاعة المرأة زوجها بالمعروف مما تتقرب به إلى ربها فيدخلها الجنة. الله أكبر. أخي المتزوج، أخي الزوج وأيتها الزوجة، إذا كان هناك احتساب من الطرفين رجاء الأجر من الله لصلحت الأحوال. إذا كان هناك احتساب من الطرفين رجاء الأجر من الله صلحت الأحوال، تحسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ينبغي أيتها المرأة وأيها الرجل إذا حصل خلاف بين الأزواج أو إشكال أن يحذر الاثنان، الزوج والزوجة، احذروا من الانسياق وراء خطوات الشيطان. احذروا الانسياق وراء خطوات الشيطان، وليعتصم بالله، وليعتصما بالله، وليعتمدا العدل في الحكم والتجرد لذلك يرضى الله. انتبهوا من الانسياق وراء خطوات الشيطان. اعتصما بالله، اعتصم أيها الرجل بالله، اعتصم أيها المرأة بالله، اعتمد أيها الرجل بالله، اعتمد أيها المرأة بالله في العدل في الحكم والتجرد لذلك يرضى لله. أن بعض الأوقات يعني الواحد يعني ممكن يعني يظلم المرأة أو المرأة تظلم الرجل، يعتمد على العدل في الحكم والتجرد لذلك إرضاء لله عز وجل. لا تظلم أحد، لا تظلم أحد. أخي الزوج، أختي الزوجة، ينبغي للزوج أو الزوجة عند أي خلاف، خذيها قاعدة، خذوها قاعدة، اكتبها عندك، سجلها عندك، حطها في النوتة عندك، مهما زعلت ومهما غضبت طلعها وفتش فيها وقرأها بتمعن، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لك الصواب. وأنت كذلك أيتها المرأة، ينبغي للزوج أو الزوجة عند أي خلاف أن يتذكر الطرف عيوبه وسيئاته وحسنات الطرف الآخر. يتذكر الطرف عيوبه وسيئاته وحسنات الطرف الآخر. كل منا، الزوج له حسنات وسيئات والمرأة لها حسنات وسيئات. تذكر الإنسان هذا جيدا. اجلس بتمعن، تذكر حسنات زوجتك وحسنات زوجك وسيئات زوجتك وسيئات زوجك. فالحسنات بإذن الله تبارك تغلب السيئات. لكن لا يأتي الشيطان يقول لك لا هذه فيها وهذه فيها وهذه أو العكس، زوجك فيه وفيه. لكن ما أفضل الرجوع إلى الحق أيتها المرأة وأيها الزوج، ما أفضل الرجوع إلى الحق واتهام النفس بجزء من المشكلة ابتداء قبل حل. اتهام النفس المشكلة، ما أفضل الرجوع إلى الحق. نرجع للحق يا أخي، ما أنا مخطئ أرجع، أنت مخطئ ارجعي. اتهم نفسي بجزء من المشكلة، اتهم نفسي بجزء من المشكلة قبل حلها عشان تنحل المشكلة. أما أن يتكبر الإنسان أو تتكبر المرأة، كل واحد يرى نفسه أنه هو على الصواب وأنه عنتر زمانه وأنه لا يخطئ وأنه كذا، هذا لا، هذا الشيطان ينفخ فيهم. لا تتنازل، لا تراجعين أبد، خلي
خليها. في النهاية إذا حصل الطلاق الشيطان هو الفائز، وإن شاء الله ما يحصل. وأيضا أيها الزوج، أيتها الزوجة، ينبغي عليكما أن تتعلما. تعلم مهارة الضبط النفس. هل تعلمت مهارة ضبط النفس؟ هل تعلمت مهارة ضبط النفس أيتها الزوجة؟ اثنينكم تعلموا مهارة ضبط النفس. ترى الزواج يحتاج إلى ضبط النفس. ما هو كل كلمة بس على طول مباشرة الإنسان يعني خلاص يطير، غضب، طلاق، سرعة طلاق. نتعلم مهارة ضبط النفس، نتعلم إدارة الانفعال، إدارة الغضب. كيف نملك غضبنا، لابد ضبط النفس، إدارة الانفعال. أيضا الغضب، نكتم الغضب ونضبطه. ما هو بس أي كلمة على طول مباشرة خلاص، شكوك وظنون وأقوال واتهامات على طول. كلمة بسيطة أوقات كلمة تحتمل معنيين. يا أخي احملها على المحمل الحسن، خلاص انتهت القضية. لماذا نحملها على المحمل السيء والعياذ بالله؟ احملها على المحمل السيء، حتى لو كان محمل 60 محمل سيء ولها مخرج واحد، احملها على المخرج الواحد الحسن. نضبط أنفسنا. هذه زوجتك، هذه زوجك، بس على طول في دقائق، في أيام، بعضهم يعني عشرة بينهم سنين طويل، 40 50 سنة، 30 10 سنوات، 5 سنوات، 3 سنين، سنة، على طول كلمة واحدة يحصل شيء على طول يجي يفرق الشيطان بينهم. لازم نضبط أنفسنا، تعلم ضبط النفس. أوصيكم بهذا الأمر. أيضا الالتجاء إلى الله. التجأ إلى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. التجأ إلى الله، لا تعتمد على نفسك ولا على عقلك، ولا أنا عندي وأنا كذا، لا، مهما أخذت بالأسباب أيضا التجأ إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. كذلك أخذ استشارة ممن يوثق برأيهم. خذ استشارة يا أخي، في عندك مليان استشاري ما شاء الله تبارك الله، الطيبين الناصحين. خذ استشارة منهم، اسألهم حتى يعني تستفيد وتستنير بهم. خذ استشارة من يوثق برأيهم وعلمهم، وكذلك يوصفون بحسن الرأي والحكمة من الأقارب والمستشارين الأسريين وغيرهم. خذ منهم، لا تخليهم، والله مليان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الاستشارة. أما إذا كان الطلاق لا بد منه، لا يمكن أن يكون شرا محضا، فينبغي أن يكون آخر المطاف، وأن يكون بإحسان. أيضا يكون إذا كان خلاص، ينبغي أن يكون، لا يمكن أن يكون شرا محضا، فينبغي أن يكون آخر المطاف، وأن يكون بإحسان. وضع أمامك هذه الآية، إذا كان خلاص آخر شيء للطلاق، لا تلعنهم، تلعن زوجتك وتسبسب فيها وتشتم أهلها وكذا، أو الزوجة كذا كذا كذا، نفس القضية. لا، ضع هذه الآية أمام عينك.
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الله، ما أجمل هذه الآية. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ما في غير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصبر والثبات، وأن يؤلف بين الزوجين. اللهم ألف بينهم، اللهم اجمع بينهم خير، اللهم ابعد عنهم مزغات الشياطين يا رب العالمين، والحساد والحاقدين يا رب العالمين، واكفيهم شر الأشرار وشر السحرة وشر كل من أراد أن يكيد بهم يا رب. اللهم اصرف عنهم شر عيون العينين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين ومكر الماكرين وكيد الكائدين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.